في الزمن ده بقت ناس كتير فاكرة إن الأنوثة يعني مكياج، لبس وصوت ناعم وبس، لكن الحقيقة أعمق من كده بكتير. الأنوثة مش مجرد شكل، الأنوثة إحساس، حضور وطاقة تخلي أي حد يقابلك يحس إنك مختلفة حتى لو ما اتكلمتيش كتير. في بنات جميلات جدا لكن وجودهم عادي، وفي بنت ممكن تكون بسيطة جدا لكن أول ما تدخل أي مكان الكل يحس بيها ويبصلها بدون ما تحاول تلفت الانتباه. وده لأن الأنوثة الحقيقية بتتحس مش بس بتتشاف. أكبر غلط ممكن تعمله أي بنت إنها تعيش طول الوقت مستنية اهتمام الناس، تنزل صور عشان تاخد إعجاب، تستنى رسالة، أو تحاول تبان بأي طريقة بس عشان تحس إنها مهمة. لكن الأنثى الحقيقية مش بتجري ورا الاهتمام، الاهتمام هو اللي بيجيلها لوحده، لأنها ببساطة عارفة قيمتها، مش محتاجة كل يوم تثبت إنها جميلة، ولا محتاجة تقنع حد إنها تستحق الحب. الوردة مش بتجري ورا الناس عشان يقولوا إنها حلوة، هي بس بتظهر والكل يلاحظها. وفي ناس فاكرة إن البنت الهادية ضعيفة، لكن الحقيقة إن الهدوء قوة. الأنثى الحقيقية مش لازم تعلي صوتها عشان الكل يسمعها، ومش لازم تدخل كل نقاش أو كل مشكلة. هي بتعرف إمتى تتكلم وإمتى تسكت، وبتعرف تحط حدود بدون خناق أو دراما. قوتها في ثقتها بنفسها، في هدوءها، وفي إنها مش محتاجة تثبت نفسها لأي حد، لأن اللي واثق من نفسه فعلا مش بيحاول يقنع الناس بقيمته كل دقيقة. ومهما كان الشكل جميل، لو اللي جوه الإنسان مليان طاقة سلبية، غيرة وعصبية، فمع الوقت الجمال ده بيختفي. لأن الأنوثة الحقيقية بتبدأ من الداخل، من طريقة الكلام، من الاحترام، من النظرة للحياة، ومن الأسلوب. ممكن بنت تكون عادية جدا لكن أسلوبها يخليها أجمل من أي حد حواليها. والجمال ممكن يلفت النظر للحظة، لكن الأنوثة الحقيقية هي اللي تلمس القلب وتخلي الناس ترتاح في وجودك. وأخطر حاجة ممكن تعملها أي بنت في نفسها إنها تتوسل الحب أو الاهتمام من شخص مش مقدرها، تفضل هي اللي تبعد، وهي اللي تعتذر، وهي اللي تخاف تخسر حتى شخص بيجرحها. ومع الوقت تبدأ تفقد نفسها وكرامتها واحدة واحدة. الأنثى الحقيقية بتحب أكيد، لكن عمرها ما تذل نفسها عشان الحب، لأنها عارفة إن الحب الحقيقي ما يخليش الإنسان طول الوقت خايف أو متوتر أو حاسس إنه مش كفاية. وفي فرق كبير بين بنت بتحاول تلفت الانتباه بأي طريقة، وبين بنت حضورها هادي لكن الكل يحترمها. الأنثى الراقية بتبان في التفاصيل الصغيرة، في طريقة كلامها، في احترامها للناس، في نظافتها واهتمامها بنفسها، في هدوءها وقت العصبية، وحتى في ضحكتها ونبرة صوتها. الأنوثة مش استعراض، الأنوثة رقي وإحساس. وكمان الأنثى الذكية مش بتحكي كل حاجة عن حياتها، مش لازم الناس تعرف كل اللي جواكي، ولا كل تفاصيل يومك، ولا كل ضعف عندك. في بنات بتتكلم كتير لدرجة إنها تفقد قيمتها وغموضها، لكن الأنثى الذكية بتعرف تحتفظ بجزء لنفسها، بتعرف إن الغموض الهادي أحيانا بيخلي وجودها أقوى. ومش أي حد يدخل حياتها بسهولة، لأنها عارفة إن الحاجات الغالية مش بتتوزع على أي شخص. ولو فعلا عايزة تكوني أنثى أكتر، ابدأي بنفسك، اهتمي بنفسك عشانك انتي مش عشان الناس. اتعلمي الهدوء، وابعدي عن المقارنات، وخلي عندك أهداف وحياة خاصة بيكي. متخليش حياتك كلها تدور حوالين شخص واحد أو رأي الناس فيكي. اتعلمي تقولي لأ لأي حاجة تتقلل منك، وافتكري دايما إن احترامك لنفسك هو اللي بيحدد قيمة الناس ليكي. وفي النهاية، الأنثى الحقيقية مش هي الأجمل، لكن هي اللي وجودها مريح، وكلامها هادي، وروحها راقية. هي اللي لما تتكلم الناس تسمع لها، ولما تغيب الكل يحس بغيابها. فخليكي دايما فاكرة إن قيمتك مش في شكلك بس، ولا في رأي الناس عنك، لكن في إحساسك بنفسك، وفي الطريقة اللي شايفة بيها روحك. لأن الأنوثة الحقيقية مش في اللي تلبسيه، لكن في الطاقة اللي تطلع منك، وفي الاحترام اللي تعطيه لنفسك قبل أي حد. وكمان الأنثى الذكية مش بتحكي كل حاجة عن حياتها، مش لازم الناس تعرف كل اللي جواكي، ولا كل تفاصيل يومك، ولا كل ضعف عندك. في بنات بتتكلم كتير لدرجة إنها تفقد قيمتها وغموضها، لكن الأنثى الذكية بتعرف تحتفظ بجزء لنفسها، بتعرف إن الغموض الهادي أحيانا بيخلي وجودها أقوى. ومش أي حد يدخل حياتها بسهولة، لأنها عارفة إن الحاجات الغالية مش بتتوزع على أي شخص.
ولو فعلا عايزة تكوني أنثى أكتر، ابدأي بنفسك، اهتمي بنفسك عشانك انتي مش عشان الناس. اتعلمي الهدوء وابعدي عن المقارنات، وخلي عندك أهداف وحياة خاصة بيكي. متخليش حياتك كلها تدور حوالين شخص واحد أو رأي الناس فيكي. اتعلمي تقولي لأ لأي حاجة تتقلل منك، وافتكري دايما إن احترامك لنفسك هو اللي بيحدد قيمة الناس ليكي. وفي النهاية، الأنثى الحقيقية مش هي الأجمل، لكن هي اللي وجودها مريح وكلامها هادي وروحها راقية. هي اللي لما تتكلم الناس تسمع لها، ولما تغيب الكل يحس بغيابها. فخليكي دايما فاكرة إن قيمتك مش في شكلك بس، ولا في رأي الناس عنك، لكن في إحساسك بنفسك وفي الطريقة اللي شايفة بيها روحك. لأن الأنوثة الحقيقية مش في اللي تلبسيه، لكن في الطاقة اللي تطلع منك، وفي الاحترام اللي تعطيه لنفسك قبل أي حد.